يا راعينا وحبيبنا، زار الفرح قلوبنا بنورك، يا كبرنا وقائدنا ومشرفنا اليوم بحضورك. انت البركة وانت الفرحة، انت البلسم لقلوب جرحة، انت حمامة نوح السرحة جاية بغصن الحب معاها عشان من كل جروح تشفينا. حضنك لينا زي سفينة بندخل فيها عشان نرتاح، وزيارتك لينا وحبك فينا بيجوينا وبيدينا تملي نجاح. وخطة عظيمة وخطة حكيمة أعلن فيها الله إرشاده، إيده الحلوة تملي كريمة ترسم كل الخير علشان أولاده. يوم عظيم ولحظة مهيبة والهتاف كان مباشر، أعمال الله كانت عجيبة عكست كل مكتوب وناشر. أب حنين قلبه كبير وراعي كل حياته بسيطة، مهما كان الشغل كتير مشغول بينا في وسط الزيطة. كل كنيسة يزورها أسبوع بمحاضرة مفيدة يوم الأربع، ويحضر أجمل موضوع وسلامات على الكل يوزع. كرمه في حبه زيادة تملي زي السكر لينا يحلي، هدفه الأكبر إنه يخلي كل كنايسه وحدة وحيدة وليها يجمع. عقيدة لاهوت إيمان وطقوس وإنجيله دستوره بيلهج فيه، بطرك راعي خليفة وكروز وخادم ناري مفيش زيه، ماشي بيزرع في طريقه ورود بخطة حكيمة وكمان مدروسة، عايش يونسان لكل داود وكمان إسوزورس لتوبة موسى. فبصلواتك عنا هيرفع غضبه ويغفر لشعب أسيم، طول ما ايديك مرفوعة هيسمع ويشفي كل جريح وأليم. انت البركة الساكنة في ريحنا وانت الأب اللي يفرحنا، مهما زادت يوم أوجعنا وهبت ريحنا نلقى ايديك على طول سندانا بحب عظيم. يديك رب القلب الصالح يثمر فيك بالغصن الطارح، بتمنى لك تكون متشالح ويديك رب العمر الأطول. ينبض قلبي بين ضلوعي مبتهجا بهذه اللحظات، فحين أمسكت القلم لأكتب عنك قد هربت من عقل الأبيات. قرر القلب أن يهديك لحظة الحب وبسمة الأمل وشعور بالفرح يناديك. ها قد وقفت أمامك حواسي صامتة، فكيف لبيت شعري أن يكفيك. ولا عجبا يا أبي القديس، فدائما يعجز القلم أمام وصف العمالقة. قداسة البابا أنبا تودرس الثاني العظيم في البطاركة. يا سيدنا يا